الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. كل لحظه يا رب وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. النهارده بقى ما شاء الله انا استغليت حكايه الهدنه بقى ولا المبادره اللي اللي بيقولوا عليها ما شاء الله، ورحت جبت السمك الجميل ده، اللهم صل على جمال النبي. سمك بصم، والله انا يعني هقول لكم ايه، انا بروح مخصوص عشان اجيبه. سمكه حلوه قوي قوي بصراحه، جميله جميله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، وزي الفل كده زي ما انتم شايفين. فانا رحت النهارده قلت له يا محمد انا عايزه السمك اللي انا جايباه واخداه منك المره اللي فاتت، لان طبعا ما شاء الله الطاوله عليها سمك كتير قوي. فالمهم قال لي هو ده اهو. قمت رايحه بقى الاقي دخلت جوه المحل لانه حطه جوه. دخلت جوه المحل ما شاء الله، جبت كده بسم الله ما شاء الله يا جماعه اهو. اللهم صل على كامل النور، اللهم صل على جمال النبي. بسم الله ما شاء الله. النهارده السمك ده فله 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 ما شاء الله. النهارده ده خلي بالكم لان هو فيه كبير على صغير. فالنهارده ده ب 45 يا جماعه، بيقول لي بلاش 50، جابه لي بال 45. الحمد لله رب العالمين. المهم انا جبت كده 2 كيلو، 2 كيلو هعين عندي كيلو واعمل كيلو باذن الرحمن النهارده. فهنقي طبعا الكبير كده اعينه واعمل كيلو ان شاء الله يا رب. طيب ايه تاني؟ جبت الطماطم دي، الطماطم دي تفاح النهارده، يا رب يا رب ارخ قوت المسلمين يا رب. فله فله النهارده الكيلو يا جماعه، ال 4 كيلو ب 50. جبت كده ال 4 كيلو كده ما شاء الله، يعني الكيلو ب 12 ونص. فانا الراجل سابني بصراحه نقي، فعشان نقيت حلو قلت خلاص هاخدهم بقى كده. جبت ال 4 كيلو الوقت باذن الرحمن يا رب. اللي هقعد هنقي منها بقى الجامد يتعمل سلطه، والاحمر شويه هعينه كده في على رف الثلاجه. وبرده في واللي لقيت حاجه مستويه على طول هقوم حطها في الفريزر، تبقى للاكل، مع ان عامله صلصه بس مش مشكله. المهم وجبت بقى النهارده ما شاء الله الرز ده فلاح يا جماعه اهو. لقيت واحده قاعده قاعده هناك في السوق. فالمهم بقول لها الكيلو بكام؟ قالت لي الكيلو ب 25. ما شاء الله رزايه حلوه والله وعريضه وجميله. وخلي بالكم الرز لسه قديم يا جماعه ما شاء الله. الرز ده هي جايباه قديم يعني ما هوش جديد ولا حاجه. فالكوبايه نفسها بتدي ايه، بتزيد في الميه، يعني بتدي حجم كوبايتين. المهم جبت منها 4 كيلو ب 100 جنيه ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ده طبعا يعني يعتبر للميزانيه بتاعت الجديده او للشهر الجديد باذن الله يا رب، لان انا لسه عندي الرز اللي انا باكل منه. انا بعمل كوبايه اتنين زي ما يكون. المهم ان انا بقول لكم عملت جبت دي برضو لما لقيتها فرصه كده قلت لا ده انا هاخد، لان خلي بالكم كل سنه وانتم طيبين الرز الجديد طلع. فالرز الجديد طلع فبيبقى يعني ما بعملش، ما بيبقاش فيه بركه زي ما بيقولوا الا لما يقدم شويه، لانه ما بيزيدش. انما ده قديم فجبته كده الحمد لله. طيب جبت بتنجان بقى، شايفين البتنجان يا جماعه وجماله ما شاء الله. شايفين النهارده جايباه كده الكيلو ب 10 جنيه، وفي مكان تاني والله ب 15. فالراجل حتى يقول لي ايه ما تضغطيش على البتنجان. اقول له ازاي؟ قال لي كده لا لا بتسود من جوه. سبحان الله يا رب، اهي دي معلومه جديده انا ما عرفتهاش. قلت له والله دي معلومه حلوه والله لا اله للناس. فانا بقول لكم جبتها كده، بقيت امسك بس البتنجانه اللي في ايدي امسكها تكون خفيفه كده، اعرف ان هي مش مبزره من جوه وتبقى حلوه خلاص ومش مره ولا حاجه. فجبتها كده الحمد لله رب العالمين. الكيلو يا جماعه ده ب 10، الكيلو عند الناس التانيه ب 15، بس انا بقول لكم لقيت العربيه دي جبت منها. طيب جبت كمان الخس ده بقى. الخس بصراحه يعني شاف لي يوم. النهارده وقفت عند الراجل قلت له تصدق بالله لاني رايحه مزارعه الجنينه عندي، لا زرعاه خاص، عشان لما يبقى الربطه دي تبقى 10 جنيه يبقى حرام. حرام قوي بصراحه. يعني ليه كده؟ ليه كده بس؟ يقول لي انا شاري ومش عارف. قلت له لا حرام بجد. ده بقى احنا نلاقي الغلط مننا احنا وكسلنا احنا بقى. المهم اداني دول واداني اللي عليها البصل الاخضر ده يا جماعه، اداني الربطه دي كلها كده بالبصل ب 10 جنيه. الحمد لله رب العالمين. ادي بقى المشتريات بتاعت النهارده. وجبت بطاطا من حقي كمان. جبت بطاطا بس انا بعملها والله بشوها الوقت في الفرن اهوتي، لانها حلوه خالص. جبتها برده الحمد لله رب العالمين. بس انا جايبه الكيلو ب 10 جنيه، بيقول لي دي بطاطا من الحلوه. فانا جبتها وبجد ريحتها حلوه قوي في الفرن اهو، ربنا يكرمنا يا رب. المهم بقول لكم طبعا كل سنه وانتم طيبين. هلت بقى زي ما بيقولوا روايح الشتاء، الخضار بتاع الشتاء طالع، والبطاطا الحلوه بتاعت الشتاء هي اللي الوقتي اللي بتبقى طعمها حلو. فربنا يكرمنا باذن الرحمن يا رب كده ويرخي قوت المسلمين. وده مشترياتي بقى النهارده، مشتريات كلها خير وبركه، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ودايما نشوفكم بخير دايما. وانا بقول لكم انا لما لقيت حاجه فرصه، حتى لما يعني الرز مش عايزاه دلوقتي، بس لما لقيت فعلا موجود قدامي وفرصه قلت خلاص انا مش لازم يعني ان انا اول الشهر يعني لازم اجيب اول الشهر. خلاص انا راح اجيبه بقى لان انا محتاجاه، يبقى راح اجيبه. ده هيكفيني باذن الرحمن الشهر كله. خلاص اجيبه اهو الحمد لله يا جماعه.
ربنا يفكها. ادعوا بس معايا كده، ربنا يكرمنا يا رب كده، والهدنه ديت او المبادره دي. انا كل شويه كل ما اروح اقول لهم المبادره هتنتهي امتى، يقولوا لسه ما حددناش. اقول له يا رب ما تحددوا، يا رب ما تحددوا، خليكم زي ما انتم كده بالله عليكم. فهو وخلي بالكم هم يعني ما همش كسبانين، ده والله يعني الواحد ما عارف يحط رجله، يا رب يزيدوا من نعيم الله. الناس غلابه والناس تعبانه والله. فيعني انتوا يعني كسبانين، بدل ما السمك يبات عندكم ويبوظ، ما تعملوا الهدنه بتاعتكم دي، وانتوا كده كده كسبانين اهو. فربنا يكرمنا باذن الرحمن يا رب كده، ونشوفكم دايما بخير وعلى خير يا رب دايما. بس بقى حبيت بس النهارده، هو المشتريات بسيطه، مشتريات مش كتيره ولا حاجه، بس بصراحه انا حبيت ان انا اعملها معاكم النهارده كده، واقول لكم على الحاجات اللي انا جبتها، ولان انا فرحانه بيها قوي، واللي مفرحنا اكتر بصراحه هي المشتريات كلها الا الخس. الا الخس عندي مش متضايقه من سعره بصراحه، انما اللي مفرحني السمك. فرحانه قوي قوي بالسمك، سمك جميل اهو الحمد لله رب العالمين. وفرحت اكتر كمان بالطماطم، ان الراجل سابني انقي الطماطم. ما بتحصلش طبعا، لان انتوا عارفين كل لما الحاجه تبقى زايده في الاسعار، كل ما التاجر يقول لك لا انا اللي هنقي. بس انا بقول دايما، اقول اما بلاقيه كده اقول له لا، انا مش هتديني السعر غالي وفي نفس الوقت تقول لي انا اللي انت اللي هتنقي كمان، انا هدفع لك اللي بتطلبه، يبقى انا اللي انقي واخد، وبعد كده ابقى بيع اللي يبقى وحش بيعه بقل من الثمن. فطبعا احنا اللي بنعمل في نفسنا والله. انا قلت للراجل النهارده بتاع الخاص، قلت له والله احنا اللي بنعمل في نفسنا كده، لان لو الحاجه فعلا مش عجباني او غاليه ما اجيبهاش. بس النهارده انا كنت مضطره ان انا اجيب الخس النهارده باذن الرحمن، علشان خاطر برضو الخس يا جماعه من الالياف والحاجه اللي بتشبع يعني ايه، حتى بالليل وكده، علشان ما نتعبش ان احنا ناكل بالليل او حاجه اهي موجود. وفي نفس الوقت قلت لا، طيب انا عندي مثلا مكان انا ازرع فيه، وانتوا كمان اي حد لو حتى عنده حوض، عنده طبق، شوفوا طبق ازرعوا فيه وحطوه في البلكونه، مش هيقول لا والله. بصوا على البرامج اللي بتجيب الزرع والحاجه ديت على النت، والحمد لله الوقت يعني متاح بفيديوهات كتير للزراعه والحاجات دي. بصوا واعملوا، اعملوا على قدكم، حتى لو في البلكونه، في شباك المطبخ، في اي حاجه كده باذن الرحمن هيبقى عندكم كفايتكم. وانا ده اللي انا بعمله الوقت والله. الكزبره بعملها الوقت كده، والشبت والحاجات ديت، والخس ان شاء الله هعمله بس برضه باذن الرحمن. فالمهم حبيت اقول لكم برضو المعلومه دي، بقول لكم انا فرحت بالسمك وبالطماطم وبالرز. بصراحه الرز النهارده جميل الحمد لله رب العالمين. ده لولا ما هو مع واحده فلاحه وبتبيعه كده، اللي عايزه تروح وتقول لك انا عايزه والله عشان اجيب مصاريف العيال، ربنا يعينها يا رب بحق لا اله الا الله. فجبت منها كده الكيلو ب 25 زي الفل. طبعا انا عارفه ان الرز دلوقتي زاد شويه برضه، وبالذات اللي القديم بيبقى زايد، بس الحمد لله. انما والبتنجان يعني ما بيقلش عن كده، او لسه وقته ما جاش ان يقل عن ال 10 جنيه. ده بالعكس هو بيبقى زايد على طول. بس المهم المشتريات الحمد لله خير خير الحمد لله وبركه يا رب، ربنا يكرمنا كده. وانا مشتريات النهارده بقى، اقابلكم بكره على خير دايما يا رب. سلام عليكم.